ست ملبوسة، بس مش من جن، من شهوته. في ناس بتتولد وفي جواها نور، وفي ناس بتتولد والنار ساكنة فيها. نادية كانت من النوع التاني. في قرية منسية في قلب الغربية اتكتبت نهاية أبشع من كل كوابيسك. القصة دي مش عن جن ولا عفاريت، دي عن شيطان من لحم ودم. ست كان عقلها أسر من 1000 مقبرة، ولسانها يقدر يغري ملاك يقلب شيطان. لو فاكر إن الشر دايما بيجي في صورة مرعبة، استني لحد ما تقابل نادية، الإنسانة اللي حولت الحب لقبر والدفى لخنجر. القصة دي مش بس هتحكي عن خيانة، هتحكي عن لعنة بدأت بنظرة وانتهت بحبل مشنقة. في قرية صغيرة في قلب الغربية كانت نادية 32 سنة عايشة مع جوزها محمود 36 سنة. بعد قصة حب كانت حديث القرية. كانوا بيقولوا إن نادية ومحمود كانوا زي الروايات، حب من أول نظرة، خطوبة سريعة، وجواز في فرح حضره نص القرية. محمود كان راجل طيب بس بطيء شوية، دماغه مش زي نادية اللي كانت زي الثعلب، عينيها بتلمع بدهاء وكلامها زي السحر بيلف الناس حواليها. بعد 5 سنين جواز نادية بدأت تتملى. محمود بالنسبة لها كان زي كتاب ممل قريته مرة وخلاص. كان بيشتغل في محطة بنزين، يرجع البيت مكسر وبالليل ينام زي الجثة. نادية اللي كانت عايشة على الإثارة بدأت تحس إنها مدفونة معاه في قبر. كمان كان عندهم بنتين سلمى ومني، وده زاد المسؤولية على محمود اللي بدأ يهمل نادية أكتر، مش عشان مش بيحبها بس عشان الدنيا كانت بتخنقه. في الوقت ده دخل عزة حياة محمود، راجل غريب الأطوار، ملامحه سايبة أثر وصوته فيه نبرة تخوف. اتعرفوا على بعض بالصدفة بس الصداقة بينهم كبرت بسرعة. عزت كان بيشتغل في الدجل والأعمال، وبيقولوا إن له يد تقلب الحظ وتفتح أبواب الجحيم. دماغه كانت تشتغل 1000 مرة في الدقيقة، ذكاؤه مرعب وخبثه أعمق من بير ملوش قرار. وبحكم العشرة بقى يدخل بيت محمود كتير، وهناك عيون نادية وقعت عليه. من أول نظرة حست إنه مش زي باقي الرجالة، ده راجل الشر نفسه لابس جلابية سودة. نادية اللي عينيها كانت زي الميكروسكوب شافت في عزة الراجل اللي ممكن يناسبها. مش بس ذكي لكن فيه شر، وده اللي كان بيجذبها. قررت إنها لازم تختبره، بس مش بكلام، لا بالدهاء. بدأت تتعمد تلبس لبس ضيق ومكشوف لما عزت يزورهم، وكانت بتقدم له الشاي بنظرات فيها 1000 معنى. مرة وهي بتحط الصينية عدلت طرحتها قدام عزت، وبان جزء من شعرها الأسود الطويل وهي بتبصله بنص عين. عزت اللي كان شيطان في صورة إنسان فهم اللعبة وابتسم ابتسامة خلت نادية تعرف إن الصنارة غمزت. نادية كانت عارفة إن عزت مش هيجي لوحده، لازم هي اللي تجيبه. في ليلة 1:01 بالليل بدأت نادية تصرخ في البيت زي المجنونة. محمود قام مفزوع، لقاها واقفة في الصالة بتشاور على الباب وبتعيط، شفت جن. كان واقف هنا لونه أسود وعينيه زي النار، كانت بتمثل ببراعة، دموعها نازلة وإيدها بتترعش. محمود اللي كان بيخاف من كلمة جن صدقها وحاول يهديها، استعيذي بالله يا نادية. بس نادية كانت عارفة إن محمود هيروح لعزت لأنه الوحيد في القرية اللي بيعرف يتعامل مع الجن. وفعلا تاني يوم محمود راح لعزت وحكاله اللي حصل. عزت اللي شاف في عينين نادية الرغبة من أول يوم قال لمحمود مراتك فيها مس لازم أعالجها، بس العلاج هياخد وقت ومحتاج أشوفها كتير. محمود اللي كان بيثق في عزت زي أخوه وافق من غير تفكير. بدأت جلسات العلاج. عزت كان يجي البيت يقعد مع نادية في أوضة لوحدهم، ومحمود برا بيحرس بناته أو بيشرب شاي في الصالة. الجلسات دي كانت مجرد غطاء لعلاقة محرمة. نادية وعزت كانوا بيتقابلوا زي الذئاب الجعانة، كل نظرة وكل لمسة كانت بتزيد النار بينهم. عزت كان بيستغل ذكائه عشان يخلي كل حاجة تبدو طبيعية.
ونادية كانت بتضيف لمساتها، مرة تقول إن الجن ظهر تاني، مرة تقول إنها شافت حلم مرعب عشان عزت يفضل يجي. العلاقة بقت أجرأ. عزت ونادية وصلوا لمرحلة ما كانوش بيخافوا فيها من حاجة. كانوا بيعملوا علاقتهم في الصالة، والضحكات المكتومة بتطلع منهم زي همهمة الشياطين. بس نادية وعزت كانوا عايزين أكتر، عايزين يتحدوا الدنيا كلها. في ليلة، عزت جاب معاه منوم قوي، من النوع اللي يخلي الإنسان ينام زي الميت. الخطة كانت نادية تلهي محمود في المطبخ وتخليه يعمل شاي، وعزت يحط المنوم في الأكل. نادية بدهائها قالت لمحمود: تعالى ساعدني أجهز العشاء، عزت مستني برا. محمود زي العادة عمل اللي قالته من غير شك. عزت حط المنوم في طبق محمود، وفي أقل من نصف ساعة محمود كان نايم على الكنبة، جسمه تقيل زي الرمل. هنا نادية وعزت قرروا يعملوا شيء يخلي الشيطان نفسه يتحاشاهم. في نفس الصالة جنب محمود النايم بدأوا علاقتهم. الضحكات الخافتة، النظرات اللي فيها تحدي، والصوت المكتوم كانوا زي طقوس شيطانية. كانوا بيستمتعوا بالخطر، بإحساس إنهم أقوى من الدنيا كلها. محمود كان موجود، بس كأنه ميت، مش حاسس بحاجة. العلاقة بقت زي المخدرات، كل يوم عايزين جرعة أقوى. نادية وعزت قرروا إن محمود لازم يختفي من حياتهم، مش بس عشان يبقوا مع بعض، لكن عشان يتحدوا القدر نفسه. نادية اللي كانت عارفة كل حاجة عن بيتها لقت علبة مبيد حشري في المخزن. بدأت تحط كميات صغيرة في أكل محمود كل يوم شوية عشان الموت يجي على مهله ومحدش يشك. محمود بدأ يحس بالتعب، كان بيشتكي من ألم في بطنه، ومرة قال لي نادية: أنا حاسس إني بموت، لازم أروح للدكتور. نادية ببرود الشيطان قالت له: ده برد في معدتك، هيروح لوحده. وفي الخفاء زودت الجرعة. كل يوم كانت بتبصله وهو بياكل، وعينيها بتلمع زي عيون القطط في الضلمة. في ليلة سودة صحي محمود وهو بيصرخ من الألم، بطنه كأنها بتتقطع. نادية بدل ما تساعده قعدت تتفرج عليه وهو بيتلوى زي الدودة. أهله جوا بسرعة وخدوه على المستشفى، بس كان خلاص. محمود مات في الطريق، وجهه أصفر زي الشمع، وعينيه مفتوحة كأنه شاف اللي حصله قبل ما يموت. الدكاترة قالوا إنها تسمم، بس ما كانش فيه دليل واضح، فتدفن محمود من غير تحقيق. في العزاء نادية كانت قاعدة زي التمثال، لا دموع لا حزن. كانت ماسكة موبايلها بتبص فيه كل شوية وكأنها مستنية رسالة. محمود، فاطمة 60 سنة، كانت بتبص لنادية بعين مليانة شك. فاطمة كانت ممرضة في مستشفى طنطا، وكانت عارفة إن موت ابنها مش طبيعي. لاحظت إن نادية بتتكلم مع عزت في الجنب، ونظراتهم كانت مليانة أسرار. في لحظة ونادية غافلة، فاطمة خدت الموبايل بتاعها، فتحته، ولقت محادثات بين نادية وعزت، كلام ما ينفعش يتقال، وتفاصيل عن خطة قتل محمود بالموبايل. كمان لقت صورة لنادية وعزت مع بعض بيضحكوا ومحمود نايم في الخلفية. فاطمة من الصدمة صرخت وانهارت، وكل اللي في العزاء اتلموا. فاطمة راحت لقسم الشرطة وحكت كل حاجة. الشرطة فتحت القبر وطلعت جثة محمود. التشريح أكد إنه مات بمبيد حشري، والجرعة كانت كبيرة بشكل مخيف. نادية وعزت اتقبض عليهم وواجهوهم بالمحادثات. نادية حاولت تنكر، بس عزت اللي كان جبان في النهاية اعترف بكل حاجة، وقال إن نادية هي اللي خططت لكل ده. المحكمة حكمت بالإعدام على نادية وعزت. في يوم التنفيذ نادية كانت واقفة قدام المشنقة، وعينيها لسه بتلمع بنفس الشر. بيقولوا إن آخر كلام قالته كان: لو رجعت تاني هعمل أسوأ. عزت من ناحية تانية كان بيترعش ويعيط زي الطفل. الحكاية دي حقيقية زي ما سمعتها من أهل القرية. نادية وعزت كانوا درس لكل واحد بيفكر يخون أو يأذي. لو عندك قلب أسود افتكر إن العقاب جاي ومش هيستني.
لو عندك قصة زي دي احكيها لنا في التعليقات. كروايات مرعبة. Make the background music بدون موسيقى.